واخيرا يا جدعان مباراة عدلة من نادي الزمالك. يا جماعة انا مش مصدق نفسي، كسبنا المصري 3-0 بأداء ولا اروع ولا احلى ولا اجمل. يا جدعان كان ماتش جامد جدا جدا جدا. انا يا صديقي عايزك تكتب لي دلوقتي حالا في الكومنتات، قول لي مين اللي انت شايفه احسن لعيب في المباراة، وايه رأيك في المباراة دي بصفة عامة. ايه رأيك في نادي الزمالك النهاردة؟ ايه رأيك في الجماعية بتاعتنا النهاردة؟ كان لازم يعني يا جماعة، كان لازم نتكلم في فيديو ونصحصح اللعيبة. اي نعم شافوا 250 واحد، ولكن يمكن يكون منهم 3 4 ولا 5 من اللعيبة شافوا الفيديو بتاعنا بتاع اول امبارح ولا امبارح. المهم يا جماعة احنا مبسوطين، زملكاوي سعيد، زملكاوي مبسوط. يا نهار ابيض يا جدعان، المباراة جامدة. لو انت ما تابعتش الماتش ولا شفت الماتش، اول واحد جاب جون الفدائي الدباغ، جاب كورة. طلع مين بقى يا معلم؟ ناصر ماهر من ناحية الشمال من ثرو جميل قوي لعمر كايد، اللي انا بصراحة مش مقتنع بيه بأمانة، مش مقتنع بعمر كايد. اداله ثرو حلو قوي جميل، مفيش مشكلة. راح ناصر ماهر النهارده بصراحة من احسن لعيبة في المباراة، عشان بطل حنكشة، بطل يحنكش، ابتدى يلعب. لكن في كده نقطه كده لناصر ماهر هقولها لكم ايه يعني شويه كده قدام. كايد بقى لعبها ناصر ماهر، هو لعبها بالعرض، ما شطهاش في الجون. لو كان شطها في الجون كانت اتصدت والكره باطل، لكن لعبها بالعرض حلوه، خبطت في المدافع، راحت جت لمين؟ لعدي الدباغ اللي حطها جوه الجون. لا يعني لو انت اننت يا ناصر كان زمان الكره دي ماتت، لكن شطها في الجون كانت هتطلع ركنيه، مش هتخش، لا هتخش ولا هتعمل، هتطلع ركنيه، باظت الهجمه. لكن انت عشان اتصرفت وعملت ولعبت لعب جماعي، دي كانت النتيجه. حلو، ده كان اول جول. تاني جون يا معلم، تاني جون تعالى كده عليا. الفينا رقص الاول ورقص التاني وزفلك كده ودخل. بعد كده الراجل كان هيقع كده واتمسك والكره ماتت، راح عمر جابر دخله، وراح الفينا ايه بقى؟ برجله الشمال السحريه. الفينا ده يا جماعه رهيب. اداها له كده ايه ببوز رجله، اداها لعمر جابر، عمر جابر بوش رجله حطها في البعيده، جون يا جماعه. الواد الفينا ده يعني ساحر. وانتظروا بقى الفينا العقود الجميله جدا اللي هتجيله من السعوديه ب5 6 7 8 مليون دولار. لكن انا بقول لك، انا لو نادي الزمالك لو هجيلي فيه 10 مليون فيما فوق، هبيع يا باشا الفينا، بدل ما يتنمرض ويعمل ويبوزه. يا باشا اتعلم بقى من زيزو. نتعلم من زيزو. حط النقطه دي في دماغك. عروض لالفينا ان شاء الله في يناير هتشوفوا يا جماعه، هتشوفوا العروض ما شاء الله هتنهال على الفينا. ان في ناس مهمتهم ان نادي الزمالك ما ينفعش يكون قوي. يعني نادي الزمالك ان هو يكون قوي، لا مفيش الاوبشن ده. لما يكون في لعيب منور، لا نطيره. طبعا كلنا عارفين لمصلحه مين. كنت عارف، اكتب لي في الكومنتات لمصلحه مين. تابع معايا الفيديو، اكتب لي دلوقتي في الكومنتات. ما تنساش بس اهم حاجه اللايك بتاعك، عشان ده مهم جدا. سبسكرايب للقناه الجديده بتاعتنا لو عجباك وبتتفرج عليا دايما. يلا يعني اديني كده بوش لقدام كده ان اعمل لك فيديوهات اكتر. فتعمل لايك وسبسكرايب، تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس عشان ايه يقول لك كل جديد والحاجات الحلوه دي. كده جبنا تاني جون. تالت جون بقى ضربة جزاء والفار بعد الكرة ما اتلعبت يعني بقرن. مش عارف بصراحة الفار كان بيراجع فيها ايه. الكرة باينة انها ضربة جزاء، ما فيهاش. الواد يا عيني مسك عمرو ناصر يا جماعه كده، حضنه وعمل له عارف انت السوبلكس كده بتاع جون سينا، مديها له واحده نيمه، راح وقع عيني على ظهره، ضربة جزاء. وطبعا كان في طرد في المباراه، وكانت شغلانه، كانت ليله. حطها مين؟ عبد الله السعيد. كان هيجيبها الصراحه الحارس، بس عبد الله السعيد طبعا بيحطها قويه ومركونه فوق شويه، فكانت صعبه على الحارس بتاع المصري. ودول ال3 اهداف. فبصراحه يا جماعه كانت مباراة حلوة جدا تكتيكية. واول ماتش فيريرا او يانيك فيريرا حرفيا يتصرف يعني بصورة كويسة جدا، حتى في التبديلات نوعا ما كانت. بس بصراحة انا كنت ضد ان هو يلعب فتوح بامانة، وكنت عاوز اشوف بارون اوشينج. بصراحة انا كنت عايز اشوف بارون، كنت عايز اتفرج يا جدعان على بارون بامانة. انا كنت مستني بارون اوشينج يخش، ولكن ما حطوش. بس مفيش مشكله. دلوقتي ترتيب الدوري المصري، الزمالك 13 نقطه. طبعا هو والمصري يا جماعه لعبوا 6 مباريات،
فهو 13 نقطة وعندك المصري 11 نقطة، يعني فرق نقطتين. دلوقتي النادي الاهلي يا جماعة في المركز، هقول لكم مركز الكام، مركز يا سيدي 15، عنده ماتشين وعنده 5 نقط وعنده ماتشين، لو كسبهم هيبقى 11 نقطة، اي هيبقى بعديك على طول بكم، بنقطتين، انت فارق عن النادي الاهلي بنقطتين. حلو الكلام، حلو الكلام. عندك بيراميدز في المركز الخامس، في المركز الثامن، عنده لعب 5 ماتشات، يعني ناقص له ماتش واحد بس، لو كسبوا هيبقى 11 نقطة برضه، هيبقى فارق ايه؟ نقطتين. يعني انت متصدر الدوري، متصدر الدوري، لا تكلمني، لا تحدثني، لا 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 لا. النهارده يا جماعه كان ماتش حلو جدا، انا النهارده كنت مستمتع باللعب، اللعب كان نوعا ما كويس جدا 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 النهارده بصراحه. دونجا يا جماعه، دونجا اعتقد، اكتب لي في الكومنتات برضو رايك، اعتقد يا جماعه دونجا من احسن المباريات اللي هو عملها النهارده، وبصراحه يعني حسينا بفرق كبير جدا 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 لما كان موجود دلوقتي، والماتش اللي فات اللي كان غايب فيه ماتش المقاولين، حرفيا ما كانش في حد في ماتش المقاولين او الماتشات اللي بيغيب فيها دونجا بالذات بيقطع كوره، بيلتحم، بيعرف يحجز على الكوره. لكن يعيب دونجا، يعيب دونجا، واللي هو حاول يعدل منها النهارده احسن شويه، يلعب الكوره لقدام. يا ريت يا دونجا لو انت بتتفرج كده علينا، ويا جماعه يا ريت بقى تشيروا كده اداره النادي الزمالك، شيروا يا جماعه، شيروا لاداره نادي الزمالك، يعني عايزين نعلي الفيديو ده لايكات ويعني مشاهدات وسبسكرايب والدنيا دي كلها، عشان ايه؟ عايزين يا جماعه الاداره تسمعنا، تسمع ان احنا الكلام اللي هنقوله الفتره الجايه دي حرفيا كروي وكلام مهم جدا جدا، لو الناس سمعته وعملت بيه والله يعني هيفرق معاهم جدا جدا جدا. دونجا يا جماعه انت لعبت ماتش حلو جدا جدا، ولكن يعيبك بس انك انت محتاج تطور فيه، انك انت تلعب الكره لقدام، لما تجيلك الكره يا حبيبي وظهرك حتى وشك للجون، حاول الاوبشن بتاعك الاساسي مش ترجع كوره او تلعبها لصبحي او لا، انك انت تلف بالكوره وتلعب الكوره لقدام. النهارده انت عملتها بصوره كويسه جدا جدا، لكن عايزين نحسن كمان اكتر من كده. لكن النهارده انت كنت ممتاز جدا جدا، وواحد من نجوم المباراه، انا بكلمكم بجد، واكتب لي برضو رايك في الكومنتات. لكن انت اشتغل على نفسك في الحته القدامانيه، انك انت وشك دايما لقدام، تلعب الكوره دايما لقدام، لو جات لك 7-10 كور تلعب 7 منهم لقدام و3 مفيش مشكله، تلعب للامان ترجعهم لورا او للجنب يمين شمال مفيش مشكله. صدقني هتبقى في حته تانية خالص. بعد كده بقى ايه، هنطور بقى الشوط وانك تزيد قدام والكلام ده كله، ولكن دي اهم نقطه المفروض انك انت تعملها. طيب دلوقتي عندنا الفين يا جماعه، الساحر 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 يا جماعه، ساحر يا جماعه. انا ببقى مستمتع لما الكره تبقى مع الراجل ده، هو صغير كده بيزفلط كده، الواد بيزفلط، الواد بيزفلط كده من بين المدافعين، تلاقيه زفلط كده مره واحده، سبحان الله سبحان الله، غريب غريب. المهم يا جدعان بامانه انا عايز اقول لكم بس على حاجه مهمه جدا. عداد الدباغ النهارده في الشوط الاولاني ضيع كوره، يعني كان حتى قعد يقول ايه، انا كان المفروض احطها تشيب كده، عمل ايه، انا هحطها المفروض احطها تشيب. عداد الدباغ النهارده اجتهد وربنا ايه كرمه، ولكن هو تقيل شويه في اللف والدوران، بصراحه تقيل يا عدي، تقيل يا عدي. فناصر يا جماعه، ناصر الماهر النهارده بجد يعني لعب السهل. بص بقى ناصر لما لعبت السهل، لما لعبت السهل الدنيا عملت ايه، ترقيصه، تحنكش حنكوشه، تباصي، تشوت، تحنكش حنكوشه تانية وتباصي وتنجز لعبك وتخلي الكرة سريعه في رجلك، مش تفضل بقى تلفلي بالكرة يمين وشمال وتعمل لي كده، الكلام ده مش هياكل عيش. النهارده انت كنت ممتاز جدا جدا جدا، ولو استمريت على الاداء ده صدقني صدقني هتبقى واحد من نجوم الدوري المصري. وانا بقول لك يا عم ناصر يا ماهر كمل على كده، وصدقني هتلاقي كل الجمهور بيحبك، هتلاقي كل الجمهور، اقسم بالله هتلاقي كل الجمهور بيحبك. كمل زي ما انت. ادم قايد بقى، ادم قايد يا ادم انت تقيل جدا، انت تحس انك انت عندك تقل، عندك تقل، لا سريع ولا تحس انك انت مهاري قوي. يعني احنا محتاجين يا جماعه شيكو بنزا لو كان موجود النهارده، بيقول لك ان هو عنده ظروف عائليه، لكن بجد شيكو بنزا يا جدعان لو موجود النهارده اقسم بالله كان عمل عظمه، انا بقول لكم كان عمل عظمه. شيكو بنزا في المساحات دي لا هو حلو، وبصراحه احنا محتاجين يا جماعه وينج شمال وينج يمين، 2 محتاجين ناس تقال، ناس تقال، واحد زي الفينا كده او يعني قريب منه، وتاني ايه زي شيكو بنزا. يعني عارفين والله لو مصطفى شلبي كان موجود يعني كان هيبقى احسن جدا من ادم قايد بصراحه.
برضه اكتب لي رايك في الكومنتات، قول لي ايه رايك انت، هل شلبي ولا قايد كوينج شمال؟ وينج شمال النهارده بنتايك عمر جابر، وخط الدفاع كان ممتاز جدا ما عدا حسام عبد المجيد. بصراحه يا حسام انا يعني مش معترف بيك قوي، يعني عملت خطا في الشوط الاول كده الصراحه مميت، لكن محمد اسماعيل، تعال بقى اقول لك كده يا محمد اسماعيل، بس اقول لك على حاجه. محمد اسماعيل يا جماعه ميزته بيبص لقدام، بيروح في المساحه اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي المفروض يعني انت معاك الكوره دلوقتي، واحد نص الملعب رجع لك الكوره، مش بقى تفضل بقى تعملها بالعقل، لا انت ايه، بتاخد الكوره، بتاخد خطوتين لقدام، تقعد تكسب مساحه وتلعب الكوره لقدام، فبتضرب خط النص وبتضرب مدافعين، فانت عامه بتضرب خط النص بالحركه دي. لكن انت عندك الونش وعبد المجيد، الونش دايما بيروح ده حلو طبعا، الونش لعيب كبير جدا، مدافع كبير جدا، ولكن لازم يلعب كوره يكسر بيها الخطوط، كوره يكسر، مش دب قدام، لا مش كله دب قدام، بساط تكسر الخطوط يا باشا، ضغط عليك واحد واثنين من وسطهم، تدي واحد نص الملعب او تدي للمهاجم، طيرت انت نص الملعب كله بالكره دي. فالمهم جدا ان المدافعين من ورا يلعبوا كوره، دي مهمه جدا يعني، دي من اهم الحاجات يعني اللي في الكوره، دي اللي بتخليك تقدر تطلع من الكوره من ورا لقدام وتعمل هجمه حلوه جدا وهجمه صحيحه، تبقى في الاخر تنتهي يا اما بخطوره يا اما بهدف، فاهمين؟ فده مهم جدا. محمد اسماعيل عنده كوره، واول ماتش ليه وماتش صعب جدا، لا لعب ماتش محترم. اللي ممكن يلعب جنب حسام عبد المجيد صلاح الدين مصدق، كورته حلوه، بساطته كويسه، بيعرف يلعب الكره اللي بقول لكم عليها، بيكسب، بياخد خطوتين لقدام كده مندفع ويرمي ثرو كده او باصه طويله تكون يعني بتكسر خط النص، بتعدي خط النص، يعني بتطلعه بره اللعب، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بيعمل الحركه دي. فصلاح الدين مصدق برضو، ولكن يعيبه ان هو يعني ايه، الكوره العرضيه يعني مش احسن حاجه فيها، بس اكيد هيشتغل على نفسه فيها. محمد اسماعيل مشكلته ان هو قصير، انا ممكن اتفهم ان احنا نلعب حسام عبد المجيد بسبب ان هو ايه، طويل شويه، طويل مع واحد قصير الدنيا بتمشي، لكن لو اتنين قصيرين الموضوع هيبقى صعب، هتبقى ايه، نقطه يعني عندك ضعيفه الكوره العرضيه. بنتايك النهارده كان ممتاز جدا 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 جدا، عمر جابر بامانه عمل ماتش حلو جدا، لكن كان نفسي نجرب بارون اوشنج بصراحه ممتاز جدا النهارده. بقى احب اقول لكم يعني طبعا النادي الاهلي هيلعب بكره ان شاء الله، والنهارده وان شاء الله كده هيلعب يعني، ونتمنى انه يتعادل، يعني نتمنى النادي الاهلي يتعادل طبعا، قولوا يا رب، بس قولوا امين. النادي الاهلي بكره هيلعب الساعه 8 مع انبي، وفي طلائع الجيش مع مودرن، وكهرباء الاسماعيليه مع وادي دجله برضو الساعه 8، نفس الماتش نفس الوقت بتاع ماتش الاهلي. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه حلوه جدا، ثانيه واحده، عايزين بس نشوف ثانيه واحده. بصوا بقى الزمالك النهارده، يعني اتمنى ان ده يبقى شكلنا على طول، ولكن نطور، مش ده احسن حاجه لحسن تفتكر ان ده اداء الرهيب، لا 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 لا، ده احنا عايزين احسن، عايزين ضغط من قدام يا جماعه. احنا الزمالك، وصلوا للعيبه انك انت الزمالك، انت دايما لاي فرقه، اي فرقه انت اللي ضاغطها قدام، انت اللي مهاجمها، انت اللي تهاجم يا باشا اللعيبه، انت ما تديش له فرصه لحد ان هو يهاجمك، انت على طول ضاغط لقدام. شوفوا برشلونه بتعمل ايه، شوفوا الفرق الكبيره بتعمل ايه، شوف يا صاحبي الفرق الكبيره بتعمل ايه. وبصراحه تبديله الفينا، هو شافوا ان هو تعب، فقال لك ايه، اسحبه واحافظ عليه. عدي الدباغ برضو تبديلته كويسه، ان هو برضو خلص بنزين، وطبعا ادم قيد يا جماعه خلص بنزين وطلعه. وبصراحه يا جماعه احمد شريف لازم ياخد فرصه، احمد شريف يا جماعه لازم ياخد فرصه. احمد شريف لا يعني كلاعب بصراحه لا، حلو كورته حلوه، الولد عنده كورته مهاري، بيعرف يحافظ على الكوره، بساطه سنس الباص بتاعته كويسه. عمرو ناصر مهاجم مشاغب، برضو ياخد فرصه مفيش مشكله. عندك بقى برضو اوشنج ده اللي لسه بقول لكم، نفسي اشوفك يا برضو، والله نفسي اشوفك. لا مباراه جامده جدا بصراحه لنادي الزمالك النهارده، وثلاث نقط حلوين جدا. ولكن يا جماعه يا ريت بقى توصلوا الكلام بقى للاداره وللعيبه، احنا بنكسب الماتشات الكبيره كلها،
بيراميدز نكسبه، الاهلي ممكن نتعادل ونكسب، سيراميكا نكسب، المصري نكسب، الفرق الكبيره واللي عندها كوره والفرق الصعبه نكسبها. ونخسر بقى قدام مين؟ وادي دجله، مقاولين اللي لسه طالعين، ومناقصنا بقى كهرباء الاسماعيليه كمان اللي هتكسبنا هيتعادل معانا. يعني الفرق دايما الصغيره اللي احنا المفروض نكسبها نبقى ضامنين ال3 نقط بتوعنا منهم، يا اما التعادل على اقصى تقدير، وايه يعني ده على اقصى تقدير. لكن لا يعملوا معانا مفاجآت ونكسب الفرق الكبيره. يعني الفرق الكبيره احنا بنعمل معانا نتائج ايجابيه وكويسه جدا، الفرق الصغيره هي اللي بتخسرنا الدوري. يعني احنا بنخسر الدوري من الفرق الصغيره مش الفرق الكبيره. فيا ريت يا جماعه نبقى نركز جدا 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 مع الفرق الصغيره اكتر من الفرق الكبيره كمان. يعني لازم الفرقه الصغيره والفرقه اللي حتى في اواخر الجدول دي اخطر فرق عليك. انا بقول لكم دي نصيحه يا جماعه لعيبه الزمالك، يا ريت ما نضيعش الدوري. انت فارق دلوقتي بنقطتين عن غريمك التقليدي النادي الاهلي وعن بيراميدز، حتى لو كسبوا الماتشات بتوعهم. حافظ على ده وزود، حافظ على ده ودوس بنزين يا معلم، دوس بنزين. فبصراحه يا جماعه كانت مباراه ممتعه جدا. انا كنت عايز اقول لكم بس النتائج بتاعه المباريات النهارده قبل ما نختم الفيديو. ما تنساش اللايك بتاعك، اهم حاجه اللايك بتاعك وسبسكرايب، تشترك معايا في القناه. يعني عايزين يا جماعه 100 مشترك النهارده. طيب حرس الحدود لعب مع الجونه، الحرس كسب 2-1. غزل المحله والمقاولين 1-1. واخيرا المحله دخل فيها هدف من اول الدوري وما استقبلتش اهداف، اول هدف واتعادلت. يعني هي ما بتعملش حاجه غزل المحله غير ان هي بتتعادل. وبصراحه كابتن علاء بصراحه يعني عاش عليك والله، عاش عليك. طبعا المصري والزمالك 3-0، وسيراميكا النهارده كسبت سموحه 1-0. ودي كانت مباريات الدوري المصري النهارده. واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، واستنونا كده بقى ايه ريفيو كده نعمل عن الماتش الجاي لنادي الزمالك، اللي هو اعتقد هنشوف الزمالك هيلاعب مين. عايزين نشوف الماتش الجاي لنادي الزمالك برضه هيلاعب مين. بس النت والله مش مساعد، يعني النت عندي مش مساعد، مش عارف ليه. هيبقى ممكن ثانيه واحده شوف الزمالك هيلاعب مين يا اولاد. ولكن النت والله ما مساعد، يعني النت عندي فيه مشكله، يا اما الموقع بقى فيه مشكله بتاع الماتشات. ولكن اكتبوا لي برده في الكومنتات، عايزكم تكتبوا في الكومنتات الزمالك الماتش الجاي ان شاء الله هيلاعب مين. كده انت عندك بقى ايه ثانيه واحده كده بقى يا معلم، ثانيه واحده ماشي. اكتبوا لي في الكومنتات الزمالك الماتش الجاي هيلاعب مين، عشان انا الظاهر عندي هنا النت عندي مهنج. واشوفكم يا رجاله باذنك يا رب في فيديو جديد. ومبروك يا زملكاويه، مبروك الاداء ومبروك ال3 نقط ومبروك الصداره. اشوفكم في فيديو جاي، سلام عليكم.